طبعا مش محتاجة أقول لكم وحشتوني من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ تفاصيل قضية النهاردة، صلوا على النبي في الكومنتات ودوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. القناة بتقع يا جماعة، بتقع، بتنهار. بصوا على الفيوز بتاعت آخر كام فيديو وبصوا على الفيوز بتاعت الفيديوهات القديمة. بنهار. لايكات كتير 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 وشير أكتر وأكتر وأكتر واشتركوا في القناة، سبسكرايب. ويلا نبدأ قضية النهاردة. قضية النهاردة حصلت في فلوريدا. وصل للاسم هناك بلاغ بجريمة قتل في أحد المنازل الموجودة بالقرب من القاعدة البحرية في مايبوت. معظم سكان المنطقة دي من الموظفين في القاعدة البحرية. بسرعة اتحركت الشرطة وعلى رأسهم المحقق مايك مونرو اللي اتكلف برئاسة فريق التحقيق من أول لحظة. وصلت الشرطة البيت المبلغ بجريمة القتل فيه، ومن أول وهلة كده المحققين لاحظوا وجود بقع في كل مكان. وهم طالعين على السلم اللي بيوصل للدور العلوي من البيت، لاحظ المحقق مايك حفرة في الحيطة واضح جدا إنها جديدة، وبتدل على إن يا إما حد اتخبط في الحيطة، أو الترجيح الأكبر إن في حد وهو نازل من على السلم وقع واتخبط في الحيطة، لأن الكسر ده مش هيجي غير من اندفاع من مكان بعيد. وده اللي أكده محققين جمع الأدلة الجنائية. وبعدها كملوا المحققين للدور العلوي وبرضه شافوا دم في كل مكان حتى الحيطان. البقع دي وصلتهم لمسرح الجريمة، واللي هي كانت أوضة نوم المجني عليها دينا كاشلر. دينا متزوجة وعندها طفل عمرها 21 سنة، وجوزها بيشتغل في القوات البحرية. المحققين وقت ما شافوا جثمان دينا كانت واقعة على الأرض جنب السرير ومجردة من ملابسها تماما. اتضح للمحققين من النظرة الأولى كده إن دينا تعرضت للاعتداء الجسدي وكمان الضرب. منظر البيت وبقع اللي موجودة في كل مكان أكدت لهم إن المجني عليها قاومة الجاني بكل قوتها. وقدر فريق جمع الأدلة الجنائية يوصلوا لبصيلات شعر للمجرم على جثمان الضحية. وقتها رجعوا المحققين وفريق بحث الأدلة الجنائية يتفقدوا باقي البيت، وفي الحمام قدروا يلاقوا بصمات للمجرم على الحوض، بس البصمات دي كانت لراحة الإيد مش الصوابع. وفي البانيو لقوا مقص وبصيلات شعر للمجني عليها وكمان عقد. للأسف الحاجات دي ما كانش عليها بصمات للمجرم. عايزة أقول لكم إن جثمان دينا رغم إنه كان واضح عليه الضرب والجروح، لكن الجروح دي كانت نظيفة تماما كأن المجرم نظف لها جروحها، وده اللي بيفسر ليه استخدم الحمام. فريق جمع الأدلة أكدوا إن باب البيت مش مكسور ولا في أي حاجة تانية تدل على إن المجرم اقتحم البيت من أي مكان تاني غير الباب. وده أكد للمحقق مايك إن دينا تعرف المجرم. في الوقت ده كانت الشرطة الجنائية البحرية وصلها خبر الجريمة، ولما بيحصل أي حادثة تخص موظفين البحرية الشرطة البحرية بتتحرك بسرعة وبتشارك في حل القضايا. وده نوع من الأمان لموظفين البحرية اللي بيقضوا معظم وقتهم بعيد عن عائلاتهم. وقبل ما الشرطة تستدعي بات كاشلر اللي بيكون جوز المجني عليها دينا كاشلر أو حتى يعرفوه باللي حصل لمراته، اجتمع المحقق المكلف بحل القضية من الشرطة الجنائية البحرية مع المحقق مايك وسألوا عن كل المعلومات اللي وصلوا لها ونتائج البحث الجنائي. وقتها المحقق مايك طلب استجواب بات كاشلر على إنه مشتبه فيه، لأن معظم القضايا اللي شبه كده بيكون الزوج طرف في الجريمة. بس المحقق المكلف من الشرطة البحرية أكد براءة بات، لأنه وقت حدوث الجريمة ومن قبلها كمان بكام يوم وهو في الخدمة، ولحد دلوقتي ما يعرفش إيه اللي حصل لمراته. وبعد الاجتماع ده الشرطة بلغت قائد بات كاشلر باللي حصل وأمروه يبلغ بات بالحادثة وينقله بطيارة لمايبوت. وأول ما وصل كاشلر قابل المحقق مايك وما كانش مصدق اللي حصل لمراته، لأنهم ملهمش أعداء ولا أي حد كان بيطارد مراته، ولا حتى مراته كانت سيئة السمعة علشان حد يعمل فيها كده. وقتها بدأ المحقق مايك يتكلم مع كاشلر في الحاجات الغريبة اللي ممكن تكون حصلت قبل الجريمة حتى لو بفترة بعيدة شوية. وكاشلر قال إن بيتهم اتعرض للسرقة قبل كام شهر كده، بس مفيش حاجة اتسرقت من البيت
غير الملابس الداخلية لمراته. وقال كمان إن دايما كان بيجيلهم مكالمات مجهولة من واحد ما بيسمعوش صوته، بس أول ما بيقولوا ألو بيتنهد ويقفل السكة. ومن هنا المحقق مايك بدأ يشتغل على الخيطين دول، سجلات المكالمات وقضية السرقة اللي اتحرر بيها محضر قبل كده، بس برضه ما وصلش لأي حاجة. الرقم اللي كان بيجيلهم منه التليفونات دي كان رقم تليفون عمومي في الشارع ومش من مكان واحد كمان. وبالنسبة للسرقة المحضر اتحفظ وما وصلوش للمجرم وقتها، وبكده حل لغز القضية دي كان صعب بزيادة، وخصوصا كمان إن العقد اللي حرزه رجال البحث الجنائي واللي كان موجود في البانيو وقت الجريمة كاشلر أكد إنه مش بتاع مراته. طب المجرم سابه ليه في مكان الجريمة؟ محدش يعرف حاجة. في الوقت ده ظهر تقرير الطب الشرعي، والمحقق مايك عرف إن دينا كاشلر قاومت المجرم قبل الوفاة وماتت عن طريق الخنق بقوة وعنف كمان، وده كان واضح من النزيف اللي على الأوتار الصوتية. وأكد التقرير إن كل الجروح اللي في جسم دينا حصلت بعد الوفاة مش قبلها. وقتها المحلل النفسي في القضية دي أكد إن دينا كاشلر مش المجني عليها الأولى بالنسبة للجاني، وأكيد مش هتكون الأخيرة. في اللحظات دي المحققين كانوا لازم يوصلوا للمجرم في أسرع وقت، وما كانش قدام المحقق مايك غير إنه يتكلم مع عيلة دينا على أمل إنه يوصل لأي معلومة حتى لو بسيطة. وفعلا وهو بيتكلم مع والد بات كاشلر عرف إنه كان عند دينا من فترة صغيرة وجالها مكالمة تليفون من شخص اسمه جون مش متذكر بالظبط. واللي لفت نظره في المكالمة دي إنها كانت متضايقة من الاتصال وبتزعق كمان. المحقق مايك استغل المعلومة دي وبدأ يسأل الأصحاب والجيران عن شخص يعرف دينا يكون اسمه جون أو جوني أو أي إنسان ممكن يكون كان بيضايقها. وبالفعل اتردد قدام المحقق مايك اسم دينيس أدجونز، والجيران وأصحاب دينا قالوا إن دينيس بيكون زميلها في الشغل وشخص عصبي منفعل وواضح إنه كان مغرم بدينا. وقتها المحققين بدأوا يجمعوا معلومات عن دينيس، ووالدة صديقته قالت إنه شخص عنيف ودايما بيضرب بنتها من غير أي إحساس بالذنب. الكلام ده شكك المحققين فيه وإنه ممكن يكون قاتل دينا كاشلر، وفي خلال ساعات قبضوا على دينيس وحققوا معاه بشدة وحاولوا يضغطوا عليه. ومع ذلك دينيس كان متعاون مع رجال التحقيق جدا، وقالوا إنه وقت ارتكاب الجريمة كان مع صديقته بيتفرج على ماتش كورة، وده نفس الكلام اللي أكدته صديقته. وبعد 4 أيام تم تبرئة دينيس أدجونز من قتل دينا كاشلر، وبكده رجعوا المحققين لنقطة الصفر تاني. في الوقت ده المحقق مايك رجع تاني لمسرح الجريمة، حاول يدور هناك على أي حاجة توصله للمجرم اللي تايه منهم في البلد مش عارفين يمسكوه. والمفاجأة كانت في درج الكومود. المحقق مايك وقتها شاف في الدرج نوت فيها أرقام تليفونات، ومن ضمن الأرقام دي رقم لشخص اسمه جون براور، وده لو تفتكروا نفس الاسم اللي قال عليه والد بات إن في حد اتصل بدينا اسمه جون أو جوني، وكانت متضايقة من اتصاله. وبسرعة المحقق مايك أمر بالقبض على جون براور لاستجوابه في قتل دينا كاشلر. وبعد ساعات جون براور كان خضع للتحقيق، والمحقق مايك كان عارف إن عيلة براور جيران دينا ويعرفوهم كويس، وبدأ يسأل جون إذا كان دخل بيت دينا قبل كده ولا لأ وإيه علاقته بيها. الغريب بقى إن جون اعترف إنه كان في بيت دينا يوم الحادثة، بس بنت أخوه كانت معاه وبتتفرج على بيت دينا لأنها عايزة تأجر بيت زيه في نفس المنطقة. وأكد إنه بعدها راح لشغله في منطقة تصنيع السفن. وقتها المحققين طلبوا منه عينة شعر من الفخذ، وجون سلمهم العينة وتم الإفراج عنه. ومن هنا الأدلة اللي تثبت إن جون براور هو المجرم بدأت تظهر قدام المحققين. أولاً لأنهم اكتشفوا إنه يوم الجريمة ما راحش الشغل أصلاً، ده غير إن بنت أخو براور أكدت إنها ما شافتهوش يوم الجريمة وعمرها ما دخلت بيت دينا كاشلر قبل كده. ده غير بقى إن الطبيب الشرعي أكد إن عينة الشعر اللي سلمها براور من رجله مش من الفخذ. وفي اللحظة دي تم إصدار مذكرة اعتقال لجون براور، بس جت متأخر لأنه طبعا هرب، والشرطة دوروا عليه في كل مكان محتمل يكون فيه ومفيش فايدة. وعلشان كده المحققين فكروا في استجواب صديقة براور،
واللي فعلا دلتهم على مكانه. وفي خلال أيام قليلة كانت قبض على براور، والمحققين أجبروه يسلمهم بصيلة الشعر من الفخذ، وبعد تحليلها طلعت متطابقة مع بصيلات الشعر اللي حرزوها من على جثمان دينا. وبكده اعتقلوا المحققين جون براور بتهمة قتل دينا كيشلر واتنقل للسجن، واستمر التحقيق معاه لشهور وما قدروش ياخدوا منه اعتراف على انه قتل دينا. وللأسف القضية دي ما كانش فيها شهود، والمدعي العام شاف ان تطابق بصيلات الشعر مش دليل كافي، وأمر بإطلاق سراح جون براور وإسقاط التهمة عنه. القرار ده فاجئ المحققين في القضية، وخاصة محققين المباحث البحرية الجنائية اللي بيكونوا حريصين على الوقوف جنب ضباط البحرية. وعلشان كده اتولى القضية المحقق ديف إيرلي، ولأن كان واضح جدا إن جون براور مجرم وهو اللي قتل دينا كيشلر، صمموا محققين المباحث البحرية والمدنية إثبات التهمة عليه. وفي البداية راقبوا كل تحركاته، بس للأسف ما وصلوش لأي حاجة، كان أخد احتياطه زيادة عن اللزوم. وفي يوم المحقق ديف كان بيقدم محاضرة في معهد الشرطة للتكنولوجيا والإدارة، وشاف إنها فرصة كويسة علشان يعرض على المحققين قضية دينا كيشلر، يمكن حد ربنا يكرمه ويفيده بمعلومة. وهو بيعرض تفاصيل القضية من البداية لفت نظر المحقق جيم توكر تصرفات المجرم ده. وبعد المحاضرة قال المحقق ديف إنه حقق في قضية من حوالي 10 سنين فيها المجرم اتصرف بنفس الطريقة. القضية دي مازالت قيد التحقيق وما وصلوش للمجرم فيها، وبسرعة اتواصلوا مع المحقق المسؤول عن القضية، وهي قضية قتل ميشيل لافوند. وبمراجعة التقارير والتحريات اكتشفوا تشابه غريب في تصرفات المجرم في القضيتين. المفاجأة إن في قضية ميشيل لافوند المحققين محرزين عينة حمض نووي للمجرم، واللي للأسف مش لاقيينه لحد دلوقتي. ومن هنا اتحلت القضية، لأن عينة الحمض النووي دي طلعت متطابقة تماما مع عينة الشعر اللي أخدوها المحققين من جون براور وقت اتهامه بقتل دينا كيشلر. واكتشف المحققين إن جون براور كان على علاقة بزوج ميشيل لافوند، ومن اللحظة دي اتقبض على جون براور واتهم بقتل ميشيل لافوند. وحاول المحققين ياخدوا منه اعتراف على إنه قتل دينا كيشلر. وقتها جون براور عمل صفقة مع المحققين وإنه هيعترف بقتل دينا مقابل إنه ما يتوجهلهوش حكم الإعدام. وفعلا وافق المحققين واعترف جون براور بجريمته وقتله لدينا كيشلر، والدافع لأنها رفضته ورفضت تقيم علاقة معاه، وقرر يظهر قوته معاها ويعاقبها على رفضها ليه. وأخيرا اتحكم على براور بالسجن المؤبد في قتل دينا كيشلر لمدة لا تقل عن 25 سنة، والحكم المؤبد في جريمة قتل ميشيل لافوند بمدة جديدة. وهنا بتخلص قضيتنا، ولو عايزين قضايا زي دي تاني اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان ننزل لكم قضيتنا الجديدة في أسرع وقت.